كذا حد علق على الفيديو ده وقال لي ان جيناتي وحشه، وهي دي حقيقه الصراحه، وبجد حاجه مقرفه قوي. بس انا اقول لك بقى ان فكره ان جيناتي وحشه دي علمتني حاجات كتير جدا في التمرين، ومش تمرين بس، لا بره كمان، بره قصدي كحياتك الطبيعيه يعني. اولا البروجرس اللي بعمله في 3 سنين في غيري عمله في كام شهر، فده علمني الصبر. يعني انا صبرت الصراحه وتعبت، وكنت بقعد شهور واوقات كتير قوي انزل اتمرن كل يوم، وفي الاخر ماليش بروجرس اللي انا عايزه، واكون بعمل كل حاجه صح. مش كل حاجه قوي الصراحه، ناحيه الدايت طول عمري ما هربط فيها، بس قشطه كان الباقي كان يعني كنت بنزل اتمرن. ده لوحده اصلا متعب، يعني انت تنزل فتره كبيره وما تلاقيش بروجرس، ولو لقيت بروجرس بيبقى قليل قوي لدرجه اللي هو يعني هو انا يعني هو ليه. قعدت فتره كبيره قوي، عافرت قوي ان انا اوصل للليفل اللي انا فيه ده، اللي هو اصلا مش اعلى حاجه، بس يعني فاهم. لا الواحد تعب قوي، وغير التعب ده انت بقى ايه، بقيت بتدور وبتحاول تفهم اكتر من الناس اللي حواليك كلهم بزياده كمان، عشان تعرف تكيب اب معاهم اصلا. تتعب بس وانت فاهمان، فتحاول تلحق 5 ولا 10% بروجرس زياده بان انت فاهمان. والنقطه الثالثه الصراحه بالنسبه لي، ان انا اصلا نفسي ابقى كوتش قدام، وهو ده عرفني في حاجه وبرده وحش في حاجه. اول حاجه ان انت عشان تبقى كوتش لازم يكون شكلك تحفه قوي، انا خدت بالي منه. فالموضوع ده بالنسبه لي ان اوصله صعب قوي، بس انا بحاول اوصله على قد ما اقدر. ثانيا على قد ما الموضوع بقى مقرف، بس انا لو عرفت اخلي نفسي حاجه جامده، يعني انا متاكد مليون في الميه هعرف اخلي اي حد تاني حاجه جامده بجد. ان انا اولا فهمان، فعرفت استعمل الجينات اللي موجوده عندي دي واخلي منها حاجه جامده، فهعرف اخلي اي حد حتى لو جينته وحشه او جينته حلوه اعرف اخليه جامد. بالذات بقى الواحد جينته حلوه هتبقى بروجرس اعلى بكتير. ليه بقى؟ لان انا فاهم الموضوع. انا بيجي عليا شهور بيجي لي حاجه اسمها بلاتوز. البلاتو ده لو انت توصل ليفل معين مش عارف تعديه، بيبقى حاجز كده. انا بعرف اكسر البلاتوز دي، لان انا اتحطيت في كذا بلاتو في كذا حاجه، كبلاتو وزن، اوزان جيم او اوزان شخصيا، هو تقلي انا انا كام كيلو، او اوزان في الجيم، في البنش، في الديد ليفت، في السكوات، في اي تمرين عامه. كان انا عندي عضله ما بتكبرش، شكلها وحش قوي، زي مثلا البنش. لو حد بيتفرج على فيديوهاتي عارف ان عضله البنش عندي كانت طول عمرها ضعيفه قوي، وجيت في الكام شهر اللي فاتوا دول حسنتها قوي. ده برده كان بلاتو عندي، كان في شكل، ككل حاجه. على قد ما انت فكره انت يكون عندك جينات وحشه دي حاجه طبعا بتقرفك في التمرين وانت بروجرس وكده، ولكن الناحيه التانيه انت بتبقى غصب عنك لازم بتدور وبتفهم ويبقى عندك علم اكتر باللي انت بتعمله، فده بيعوض ده شويه. مش توصل نفس الليفل بتاعت الناس التانيه، بس بتحس بقيمه الحاجه اللي انت بتعملها قوي، ودي لوحدها بالنسبه لي كفايه. يعني انا لو ما تعبتش قوي للحاجه اللي انا عايز اوصل لها دي، مش هحس بقيمتها قوي.